ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وحشتوني جدا ورجعنا لكم في فيديو تاني. ان شاء الله النهارده هنتعلم كلمات مهم انها vocabulary احسن واجدد، عشان انت تعرف تتكلم بطريقه احسن في الانجليش. فمن غير ما نطول عليكم يلا بينا. اول كلمه وهي very big، اللي هي معناها عملاق ضخم جدا. فانت مثلا لو انت لسه بتقول very big لحد دلوقتي، لا اوعى تقولها تاني، هتقول مكانها كلمة enormous. enormous. فمثلا the elephant is enormous، الفيل ضخم جدا. تمام. تاني كلمة وهي very small. very small، وهي بدل ما هتقول very small هتقول tiny. tiny اللي هو صغير جدا يعني. فمثلا look at this tiny insect. look at this tiny insect. بص للحشرة الصغيرة دي. تمام. لو انت لسه بتقول لحد دلوقتي very good، سيبك من very good اللي هي المفروض معناها كويس جدا او ممتاز، هتقول excellent. excellent بنفس المعنى، كويس جدا او ممتاز. فهنا مثلا you did an excellent job. you did an excellent job. انت عملت شغل رائع، شغل هايل. تمام. رابع كلمة معانا وهي very bad. very bad اللي هي معناها سيء جدا أو وحش. فأنت لو لسه بتقول very bad، لا سيبك من الكلمة دي، هتقول terrible. terrible. That movie was terrible. الفيلم ده كان سيء جدا. تمام. خامس كلمة معانا وهي very tired. very tired تعبان جدا. فأنت لو لسه بتقولها هتقول exhausted. exhausted. فهتقول I felt exhausted after running. أنا حسيت بإرهاق شديد بعد الجري. تمام. سادس كلمة معانا وهي very hungry. very hungry. لو أنت لسه بتقول very hungry سيبك منها، هتقول starving. starving. فمثلا we were starving after the trip. we were starving after the trip. كنا جعانين جدا بعد الرحلة. تمام. سابع كلمة معانا هي very happy. very happy مبسوط جدا يعني. فانت لو لسه بتقول very happy سيبك منها، هتقول thrilled. thrilled. she was thrilled with the surprise. she was thrilled with the surprise. هي كانت مبسوطة جدا بالمفاجأة. طيب تامن كلمة معانا وهي very sad. very sad شيء محزن يعني، حاجة حزينة، محزن جدا يعني. لو انت لسه بتقولها خليك في الجديدة اللي هي miserable. miserable. he felt miserable after failing the exam. هو حس بحزن شديد بعد ان هو يعني ايه فشل ان هو ينجح في الامتحان ده او سقط يعني. طبعا لا قدر الله يعني، ان شاء الله ما فيش حد هيسقط فيكو طول ما انتوا مع Speak English Egypt. طيب تاسع كلمة معانا هي very fast. very fast اللي معناها سريع جدا. فانت لو لسه بتقولها هتقول الأجدد وهي rapid. rapid. Technology is developing at a rapid pace. Technology is developing at a rapid pace. التكنولوجيا بتتطور بسرعة كبيرة جدا أو بسرعة جدا. عاشر كلمة معانا هي very slow. very slow بطيء جدا يعني. لو لسه بتقولها هتقول sluggish. sluggish. sluggish جاي من كلمة slug. الslug ده اللي هو الحلزون عشان هو بطيء جدا. فاحنا وصفنا ان هو بطيء يعني خليناها كلمة كاملة للبطء. sluggish. sluggish. The internet is sluggish today. The internet is sluggish today. بيقول لك يعني الانترنت بطيء جدا النهارده. الكلمة ال11 very beautiful. very beautiful. بدل ما هتقول very beautiful هتقول gorgeous. gorgeous. The sunset looks gorgeous. The sunset looks gorgeous. غروب الشمس شكله تحفة جدا، جميل. very ugly. very ugly معناها يعني قبيح جدا. مش هتقول very ugly بعد كده، هتقول hideous. طبعا انا مش بنطق الدي لان يعني هي دي الامريكان اكسنت، بس هنقولها برضو hideous.
hideous. That old building looks hideous. المبنى القديم ده شكله قبيح جدا، وحش قوي. طيب الكلمة 13 معانا وهي very clever. very clever اللي هو شاطر جدا يعني أو ذكي جدا. بدل ما هتقولها هتقول brilliant. 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 She gave me a brilliant answer. هي قدمت إجابة ذكية جدا. طيب الكلمة 14 معانا وهي very angry. very angry معناها يعني عصبي أو غاضب جدا. بدل ما هتقول كده هتقول furious. 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 He was furious when he heard the news. He was furious when he heard the news. هو كان متعصب جدا لما سمع الأخبار أو كان غاضب يعني. آخر كلمة معانا النهاردة وهي very scared. very scared خايف جدا أو مرعوب. بدل ما هتقولها هتقول terrified. terrified. The child was terrified of the dark. الطفل كان خايف من الضلمة، وده زي أي طفل عادي في الدنيا. تمام يا شباب، أتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت تستخدموا الكلام اللي أنا قلته ده لأنه فعلا هيفيدكم في حياتكم، في الكونفرزيشنز بتاعتكم، في الطريقة بتاعت كلامكم، كل حاجة. فأتمنى تكون كتبت الكلام ده كلمة كلمة عادي جدا. الموضوع مش هياخد منك وقت بإذن الله. الفيديو ده مش هيبقى فوق ال7 دقايق. فأتمنى تكون استفدت، وبإذن الله نعمل لكم فيديوهات تانية جديدة. ما تنساش طبعا تعمل لنا لايك وسبسكرايب كده وتدعمنا عشان نكمل نعمل لك محتوى هادف يعلمك شيء كويس. وأتمنى لكم السلامة. Goodbye.